السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة أسرار الطبخ أم أمير. يلا بقى اتجدعنوا معايا واعملوا لايك واشتراك للفيديو علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. النهاردة هنعمل زي ما انتوا شايفين الإكلير أو عجينة الشو. الإكلير عجينة واحدة هنطلع منها الإكلير وهنحشيه بالكاستر. كمان هنعمل من نفس العجينة ريد فيلفت، يعني هنحط لون غذائي، وكمان بالقمع بتاع بلح الشام هنعمل وردات او روزيتات من الإكلير. جميل جدا. وهنعمل الاتنين، هنعمل الإكلير العادي والإكلير الروزيتات باللون الغذائي الصحي، وهنحشي الاتنين من نفس الحشوة، حشوة الكاستر، وكمان الوش بالشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. الطريقة سهلة وبسيطة، تابعوا معايا الفيديو للآخر. هنشوف الإكلير بالطريقتين جمال جدا، الإكلير العادي والإكلير اللي هو ريد فيلفت. نشوف المقادير مع بعض، ومقاديرنا بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين. نص كوباية زبدة، 4 بيضات، كوباية ونص من الدقيق جميع الأغراض أو دقيق المخبوزات. هنطبق الأكل بقى مع بعض في الصينية. هنحط نص كوباية من الزبدة مبدئيا، ومن نفس الكوباية اللي عايرت بيها الدقيق هنزل كوباية من المية، مع رشة ملح صغيرة. هنحط دول على عين البوتاجاز ونشوف بعد كده. اول ما الزبدة هتدوب معايا والمية تغلي زي ما انتوا شايفين كده، هننزل كوباية ونص من الدقيق. بس في الاول هننزل معلقتين كبار من السكر ونقلب مع بعض. اول ما المية تغلي قوي زي ما انتوا شايفين كده، شايفين، والزبدة طبعا هتدوب. ده بخار اللي طالع ده من الزبدة بتغلي بالشكل ده. هننزل كوباية ونص من الدقيق بالطريقة دي ونقلب على طول علشان الدقيق ما يشربش مرة واحدة السوائل. هنقلب بالشكل ده على طول. العجينة هتتكور معايا وتتجانس. بعد كده هتديني طبقة من تحت بيضة، معنى كده ان خلاص العجينة بتاعتي استوت. هبردها بقى بالمضرب او تسيبيها شوية لما السخونية تهدى شوية منها وتبرد. بعد كده هننزل البيض، 4 بيضات. طبعا هيكون العجينة بتاعت الإكلير بيضت خالص، يعني مش هننزل البيض إلا لما العجينة بتاعتنا تبرد نهائي. هنزل في الأول بيضتين وبعد كده بيضة بيضة. ونضرب بالمضرب بتاعنا عشان كل العجينة تتجانس وتختلط مع البيض. حلو الكلام، كلام جميل. ننزل بعد كده بقية البيض مع بعضه واحدة واحدة وبالتدريج. بالطريقة ديت لحد ما نخلص كمية البيض اللي معانا. دي اخر بيضة، يبقى كده نزلنا 4 بيضات على العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
يبقى العجينة احتاجت معايا ل4 بيضات. هنا هنعمل عجينة الكاستر، لكن قبل ما نعمل عجينة الكاستر زي ما انتوا شايفين معايا كوبايتين من اللبن ومعلقتين من النشا، ولو مفيش نشا تقدري تحطي معلقتين من الدقيق. وما تنسيش الفانيليا، وكمان هنحط 3 بيضات. كل ده هيتضرب على البارد. بعد كده هنرفعه على عين البوتاجاز على نار هادية جدا. لكن خليني اقول لكم، العجينة الاكلير بعد ما تعمليها هتحطيها في كيس الحلواني والقمع طبعا بتاع بلح الشام. هتحطي في الصينية ورقة زبدة، او هتدهني الصينية بدهنة او مسحة من الزبدة، وبعد كده تدخليها في الفرن لدرجة 170 درجة مئوية. هيقعد 20 دقيقة. هنا الكاستر بتاعنا بعد ما يبقلل كده، كل ده على نار هادية جدا. يعني الكاستر هنحطه على نار هادية، ونفضل نقلب على طول التقليب المستمر علشان البيض ما يكلكعش معاكي ويتقطع او يتسرق. هيبقى على نار هادية جدا بالشكل ده مع تقليب مستمر لحد ما يتجانس ويتكتك كده معايا او يطلع بقليل كده فقاقيع. اعرفي خلاص ان كده الكاستر معاكي جاهز واستوى. حلو الكلام، كلام جميل. خلاص كده صبينا الكاستر بتاعنا في طبق، وهنغطيه بورقة استريتش او هنحطه في علبة محكمة بغطا ونسيبه لما يبرد خالص. والاكلير بتاعنا بعد 20 دقيقة خلاص زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده. طبعا انا سبته في الفرن، ما طلعتوش على طول، وريبت الفرن كده عليه وسبته لحد ما هدى خالص وبرد جوه الفرن. زي ما انتوا شايفين اهو طلع جميل جدا، وكمان الرسومات بتاعته المضلعة جميلة قوي وواضحة فيه. طالع ناشف مش طري اهو، شايفين جميل جدا. انا هفتح منه علشان تشوفوا كمان العجينة بتاعته من جوه ناشفة وجميلة قد ايه، والبروزات بتاعته واضحة جدا. وكمان عملنا من نفس عجينة الإكلير اللون الصحي، حتة عجينة من نفس عجينة الإكلير ضربنا عليها اللون الغذائي الصحي، وعملنا روزوتات من نفس القمع بتاع بلح الشام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما بردت خالص شقتها من النص او قصيتها علشان هتتحشى برضو كاستر هي والإكلير. هنفتح الإكلير بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين العجينة من جوه مفيش اصلا عجين، يعني مش معجنة زي ما انتوا شايفة كده، جميلة جدا. مقادير حلوة قوي، وكمان الإكلير حلو مش معجن من جوه، لا حلو فاضي. هنقدر بقى ان احنا نحشيه كاستر براحتنا. من نفس كيس الحلواني هنحشيه برضو كاستر. لو مفيش طبعا الكيس الحلواني تقدري تستخدمي اكياس تفريز التلاجة الخضار. هنحشي كاستر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والزيادات طبعا هلمها. تقدري تلمي زيادة بالسكينة بالشكل ده. طبعا الكاستر هيتحشى وهو بارد بعد ما تضربيه، بعد ما يطلع من التلاجة او بعد ما يهدى خالص من السخونية هيتحشى تضربيه، وبعد كده تحشي بيه الإكلير. وكمان برضو هتحشي الوردات
اللي انت شايفاه كده هتحشيها كاستر بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. حشيناها كاستر ونحط الغطا التاني بتاعها عليها، احنا اسمها من النص اهي عشان تديني شكل جمالي اهي. الغطا بتاعها وانا شقاها نصين. طبعا هي مفرغة لان العجينة اصلا جميلة جدا ومفرغة مش لما عجين ابدا. وعملت الكاستر بالشوكولاتة. تدوبي الشوكولاتة السايحة على نار او حمام مائي. الشوكولاتة هتجيبيها هتقطعيها او تبشريها وتحطيها في طبق وعلى حمام مائي، وتحت الطبق ده كسرولة فيها مية سخنة وتسيبيها على نار هادية جدا. كده تبقى انت عملتي تسيحة الشوكولاتة. وتاخدي بعد ما تعملي بالكاستر هتاخدي منها زي ما انت شايفة كده، والشوكولاتة هتنزل عليها. وكمان عملنا روزيتات ونبعدها طبعا بعيد عن بعضها عشان لسه الشوكولاتة طرية جدا ممكن تمسك فيها وتلزق في بعض، لكن نبعدها بعيد شوية عن بعضها. ونعمل برضو بنفس الطريقة، نفتح بالمقص كده خلي بالنا وننزل الكاستر بالشكل ده. وبعدين هنغمسها في الشوكولاتة المتدوبة على حمام مائي اهو. نسيبها لما تصفى بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. ونبعد طبعا بعيد عن بعضها لحد لما تتماسك الشوكولاتة وتجمد شوية. هسيبها طبعا في التلاجة لما تجمد. وهعمل بقى انا الكمية دي كلها عملتها مع بعضها بالشكل ده اهي زي ما انتوا شايفين. نزلتها على الشوكولاتة عملت كمية كبيرة وبعدتها بعيد عن بعضها وسبتها طبعا لما تجمد خالص. ودي انتم شايفين بالطريقة دي. اما الروزيتات الصغيرة فنزلت عليها سكر بودر بعد ما حشتها كاستر، والاكلير اتحشى كاستر وجمد وبقى جميل معانا بالشكل ده. وكده يبقى عملنا الاكلير معاكم بكل تفاصيله. يلا اعملوا اشتراك للفيديو وشيروه لاصحابكم وما تنسونيش في كومنت جميل منكم. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة اسرار الطبخ ام امير.